السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا موضوعنا اليوم عن فوائد الشيح أو عشبة الشيح لجميع الطيور والدواجن والبط وغيرها من الطيور، سواء كان للتسمين أو البياض. طيب، ما هي فوائده؟ فوائد عشبة الشيح كالآتي: يساعد على قضاء كافة أنواع البكتيريا المسببة للأمراض المعوية مثل الكوكسيديا والسالمونيلا والباستريلا. 2. علاج فعال للعدوى التنفسية الوبائية. طيب، 3. عشبة الشيح تعتبر غني بالمواد المعدنية مثل الحديد والبوتاسيوم والفوسفور والمنغنيز والمغنيسيوم. 4. مضاد الانتفاخ عند الطيور. 5. مضاد سموم قوي لدى الطيور. 6. يعد من أقوى المضادات الأكسدة. 7. طارد للغازات. 8. مفيد جدا أثناء وجود ترجيع عند الطيور. 9. مفيد جدا في علاج المفاصل مثل السالمونيلا المفصلية أو التيفويد عند الطيور. 10. مفيد للجهاز الهضمي. 10. مفيد للجهاز الهضمي. 11. يساعد على زيادة وزن الطيور. 12. يساعد في علاج الإسهال. 13. يساعد الطيور على إفراز العصارة أو عصارة المعدة التي تساعد في هضم الطعام. 14. منشط وظائف الكبد. 15. يعتبر فاتح شهية قوي. 16. يزيد من معدل الخصوبة عند الطيور. 17. يقوي جهاز المناعة. 18. يحتوي على نسبة عالية من مركب الثوجول المضاد للجراثيم. 19. علاج قوي جدا وفعال في علاج الديدان، حيث إن عشبة الشيح تعتبر من أفضل الأدوية الطبيعية التي تقضي على الديدان في أمعاء الحمام وجميع الطيور بشكل نهائي وفي وقت قصير كذلك. فهذه العشبة أحسن كثير من الأدوية التي نشتريها، لأن معظم الأدوية التي نشتريها تسبب مضاعفات على مستوى الكبد، لذلك من الأفضل تجنب استعمالها. فعشبة الشيح تصلح بالدرجة الأولى للقضاء على جميع الديدان. طيب، طريقة تحضير خليط عشبة الشيح سهلة وبسيطة، حيث نضع 2 لتر أو لتر واحد من الماء المغلي في إناء، ثم نضيف إليه ملعقة كبير من عشبة الشيح، ويجب إغلاق الإناء للحفاظ على الزيوت الطيارة كي لا يتم تبخرها مع الماء. ونترك الخليط مدة تتراوح من ساعتين على الأقل إلى 12 ساعة لنستفيد من كامل محتوى العشبة. وبعد ذلك نصفي الخليط ونتركه يبرد لتقديمه للطيور. أو طريقة أخرى وهي أننا نضيف ملعقة كبيرة من الشيح في لتر ماء ونتركه على النار إلى أن يبدأ بالغليان، ثم نتركه يبرد ونحكم إغلاق الإناء للحفاظ على الزيوت الطيارة. بعد ذلك نقدمه للطيور. ملحوظة هنا، ويقول لك يفضل تقديم خليط العشبة على الريق وعلى معدة فارغة، وليس هناك مشكلة إذا قدمته أثناء التأكيل. 2. يتم تقديم الكلفة أو الطعام بعد العلاج بساعة على الأقل، وليس شرط ولكن أفضل، وذلك لكي تستفيد الطيور من الشيح بشكل أكبر ممكن. 3. يجب تقديم الخليط لمدة 3 أيام إذا كنت تعطيك وصفة علاجية، وتكرر الجرعة بعد 14 يوم لقتل يرقات الديدان الجديدة، أو مرة واحدة إذا كنت تعطيك وصفة عشبية وقائية. وهنا يمكنك اتباع الوصفة العشبية المنشورة في منتدى قناتي. 4. إعطاء جرعة خميرة وفيتامينات بعد العلاج لأجل تعويض البكتيريا النافعة في حالة تقديمه كوصفة علاجية. 5. يجب عليك أثناء فترة العلاج أن تقوم بعملية التنظيف والتطهير بجير مطفي باستمرار بسبب خروج الديدان مع البراز. طبعا لدينا في القناة وصفة عشبية متكاملة للطيور مقسمة بالترتيب بحيث تستخدم خلال 3 أشهر. بصراحة اتباع الوصفة بشكل منتظم تقي طيورك من جميع الأمراض.
طبعا بجانب النظافة والأكل المتنوع المتوازن والتحديق واتباع الوصفة العشبية غير مكلف، فهي متوفر في أغلب البيوت أو يمكنك شرائها من أصحاب البهارات بثمن زهيد غير باهظ، عكس الأدوية التي يمكن شرائها بأسعار خيالية. طبعا هنا الجانب العملي من تقديم مغلي الشيح لطيور الحمام كوصفة عشبية وقائية ليوم واحد فقط، وليس كوصفة علاجية لمدة 3 أيام، لأنه حمامي ليس مصاب. هنا بعد أن تركت الخليط يبرد قمت بسكبه للمساقي حق الماء مباشرة، بحكم أننا لدي نظام سقايات، وأنت تقدر تقدمه كيفما تشاء، إما مثلي أو جماعي، كذلك إما تقدمه خام كما ترى مثلي، أو تقدر تخففه في ماء عادي جدا. نترككم الآن لمشاهدة بقية الجانب العملي لهذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل.